يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في البداية وكالعادة نصلي على النبي الاول عليه افضل الصلاة والسلام. هنعمل النهاردة مع بعض صوابع زينة. هنعمل الشيرة الاول مع بعض او العسل. كوبايتين سكر، كوباية ونص مية وعصرة ليمونة وهنحطها على النار. دلوقتي معايا كوباية ونص دقيق، الكوباية من ديت 250 ملي. آه ورشة ملح بسيطة، ونص كوباية سميد. ده السميد ناعم على خش. وتقريبا كده يعني ربع كوباية من الزيت. ربع كوباية من الزيت. عارفة هتقعدي تعملوهم تفركوهم في ايدك كده زي مثلا عجينة الكحك كده. شوفي زي ما انا بعمل كده بالظبط. اقعدي افركوهم، خلي الدقيق يشرب من الزيت. افركوا بايدك كده لحد ما الدقيق والزيت يبقوا كلهم اندمجوا مع بعض. طبعا ربع كوباية من المية عليهم. بص، اقل من نص معلقة كمان الخميرة. خميرة فورية، يعني ما تكتريش في الخميرة الفورية عشان ما تخمرهاش وتضيع الرسمة بتاعتها. يعني يعني نقدر نقول ربع معلقة من المعلقة الصغيرة. المية بقى هنحط تدريجيا كده واحدة واحدة. يعني بصي كل ما تلاقيها كده حط لحد ما العجينة تبقى معاك زي ما انت شايفة كده. يعني ما تحطيش المية مرة واحدة، لا، واحدة واحدة لحد ما العجينة معاكي تبقى ايه زي ما انت شايفة كده. هنسيبها ترتاح حوالي يعني ربع ساعة كده. طبعا انا العسل اللي ابتدى معايا خلاص اهو في الاخر كده مرحلة. هنحط معلقة من الفانيليا، هتديها نكهة وريحة جميلة جدا. وتطفي، يعني هتحطي وتقلبيها تقليبة وتطفي. حطيها بقى في التلاجة تبرد على ايه، على ما تخلص الصوابع الزينة. هنجيب بقى العجينة معانا، هنصبحها كده زي ما انتوا شايفين كده على صينية او طبق. هتعملي الكمية كلها كده، صبعاها كده. لسه هنشكلها بس لازم تصبعاها كده. على فكرة والله سهلة جدا وفي الطعم جميلة جدا. يعني مش مكلفة زي ما احنا فاكرين. طول عمرنا كنا نشتريها من بره مفكرين ان هي صعبة في العمايل او كده، لا والله انا لما عملتها سهلة جدا. وبمقادير زي ما انت شايفة كده، كوباية ونص دقيق. الكوباية 250 مللي، كوباية من اللي هي الصغيرة ديت. ونص كوباية سميد وربع كوباية زيت بس، ورشة من الملح بسيطة. هتجيبي كرتونة وتفتحيها زي ما انت شفت كده. اي حتة كرتونة نظيفة كده حلوة، وهتفتحيها وهتشكلي كده. انا جربت تشكيلات كتير معاكم وهجربها معاكم برضو دلوقتي. بس اكتر حاجة ظبطت رسمة الكرتونة زي ما انتوا شايفين كده. بس وخلاص، وكده صوابع الزينب جهزت. مش مكلفة خالص والله العظيم زي ما الناس فاكرة. وطعمها بقى بتبقى مقرمشة كده وتبقى جميلة. انا عملت رسمتين بالطول، وريتهم لكم برضو زي ما انتوا شفتوا كده. انت بقى خلي الرسمة تيجي بايه بميل كده شوية. هتديك الرسمة اجمل على فكرة زي ما انت شايفة كده. يعني ما تخلي الرسمة تيجي بميل هتديك الرسمة اجمل. جربت على المبشرة، ما ظبطتش. ما حسيتهاش حلوة كده. مش حلوة زي رسمة الكرتونة والله. وجربت على الواسعة برضو ما ظبطتش برضو. مش حلو. جربت على ديت ما ظبطتش برضو. اللي هي المصفى بتاعت اللي هي اللي بتطلع منها كده. مش حلو. وجربت في الاتجاه التاني. شوفي هي الرسمة كده، بس لما بتيجي تطبقيها احسن حاجة ظبطت معايا هي الكرتون. جميلة جدا على فكرة، رسمة حلوة جدا. وبتبان في لما بتيجي تقليها بتبقى باينة في القلية جدا. اعملوها والله هي مش صعبة على فكرة، جميلة، فرحة اولادكم بيها. حلوة. المقادير بتاعتها سهلة جدا. طبعا الزيت يكون سخن وكتير زي ما انتوا شايفين كده. مش صعبة زي ما قلت لكم. اعملوها وجربوها، وبالله عليكم لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك. اللايك مش هيخسسكم حاجة على فكرة. انا في ناس كتير قوي تخش تتفرج وتكتب كومنت وما تعملش لايك. وفي ناس بتتفرج ولا بتعمل لايك ولا كومنت. ليه؟ مش عارف.
يعني اللايك ده بيشجع يعني، بس بتبقى تشجيعة بس، مش هيخسرك حاجة على فكرة. وحبوا الخير لبعض كده، يعني هو هيخسرك ايه اللايك؟ طبعا احنا قلناهم اهو. والشربات كنا حطيناه في التلاجة برد، نزلنا بقى كده زي ما انتوا شايفين كده، شرب اهو. عشان يشرب ويبقى حلو كده ويبقى جميل زي اللي بنشتريه من بره، سيبيه في العسل بتاع 5 دقايق او اكتر كمان، خليه يشرب. شوف مقرمش ازاي. وصراحة كان النتيجة كان ابهرتنا كلنا والله، كانت جميلة جدا. انا ما كنتش عاملة كمية كبيرة يعني، كنت عاملة تقريبا كده بالسميد كوبايتين. انا كنت سبتها شوية في العسل كده. اما ما كل ما تشرب من الشيرة كده اللي هو العسل، الطعم معاك هيبقى اجمل كمان. طلعها بقى في طبق وقدميها، وبألف هنا، وربنا يحسن ما بين ايديكم. وما تنسوش اللايك، اللايك مش هيخسسكوا حاجة. آم، والكلام ده مقصود. يعني عادي، لايك تشجيع بس، مش ادي كده الشكل النهائي. ايه رايكم؟ شفت الرسمه عملت ازاي؟ وعايزه اقول لكم حاجه، اما بتيجي تصبعيها وتشكليها، حطي في الزيت على طول اول باول، ما تسيبهاش تخمر. لو سبتها تخمر الرسمه هتبوظ معاكي ومش وهتروح. ما تخليهاش تخمر. نقشيها على الكرتونه كده او اي حاجه عندك هتعملي بيها شكل، خلي الزيت شغال جنبك وحطي في الزيت على طول، عشان ايه اللي تبقى معاكي كويسه وما تخمرش والرسمه تروم. ايه رايكم؟ زي ما قلت لكم مش مكلفه خالص، اعملوها وقولوا لي رايكم. وما تنسوش اللايك. في رعايه الله، مع السلامه، ربنا يحسن ما بين ايديكم. مع السلامه.